حبيبتي انا مش هتاخر، يعني على الساعه 6 كده اكون مخلص. اوكي. قولي لي تحبي اجي لك هنا ولا اعدي عليك على السينما؟ لا انت تيجي تاخدني، ما انا ما اعرفش اروح المول اللي فيه السينما ده لوحدي. صافي حبيبتي انت ليه محساني ان انا بكلم طفله صغيره؟ انت عارف انا لحد سن 18 سنه ما كانش بابي ابدا بيسمح ان انا اركب تاكسيات. يا صافي يا حبيبتي انت لازم تنشفي كده وتعلمي الحياه. محدش عارف بكره مخبي لنا ايه. على فكره بقى انا ما بعرفش اعمل غير حاجتين. ايه هم؟ ادرس ماث واحبك وبس. ربنا يخليكي ليا واعرف اساعدك كده واحقق لك كل اللي تتمنيه. للاسف يا شريف الحاجه اللي نفسي فيها مش هتعرف تحققها لي لان ربنا مش رايد. صافي حبيبتي ما تقوليش كده، ما دام العيب مش فيا ومش فيكي يبقى اكيد ربنا ليه حكمه في كده. يعني بجد يا شريف بجد ممكن في يوم من الايام احمل وابقى مامي. هتبقي احلى مامي في الدنيا. انا بعت كل الريبورتس بتاعتنا للدكتور في امريكا وهو هيطمنا، مش عايزك تقلقي خالص. يا رب. انا كده هتاخر ها؟ يلا خلي بالك من نفسك. باي. باي يا حبيبي. ممكن اعرف انتوا عايزين مننا ايه بالظبط؟ احنا مش عايزينك انت، احنا عايزين نورة. خلاص خدوها. ياخدوها ايه؟ الله هو احنا مش رجاله ولا ايه؟ شهم يا باشا والنبي شهم. اسمع يا ابني انت وهو، انا راجل مهم، اختفائي لو طول البلد هتتقلب. مهم؟ بالطقم ده؟ ما تتلم يا فنتان، دي بدلة المرحوم ابويا، وبعدين ركز معايا انا، انتوا عايزين مني ايه؟ احنا بننفذ تعليمات كابتن عجماوي بالسنتوفه يا ست نوره، وهو اللي امرنا نتحفظ عليكي باللي معاكي. تحفظوا علينا يعني ايه؟ ده انا اوديكم في 60 ده. ما تهبط يابا، ولا تحب تتذبح زي خطيبها؟ عسل عسل. يعني ايه يا سعاد لسه ما يعرفش حاجه؟ يعني هم عايزين لما الراجل يجرى له حاجه يبتدوا يدوروا عليه؟ خلاص يا ستي قولي لجوزك الف شكر، انا هتصرف. مع السلامه. خير يا ماما. جوزها بيقول لها لسه ما يعرفوش حاجه وخليهم يصبروا كام يوم. نصبر كام يوم؟ ما انا ما اقدرش، انا لازم اروح القسم وابلغ البوليس. رفاعه اخوكي فين؟ رفاعة ايه ما تنطقي، فين راح فين؟ راح لأرشميدس. مظهر. هاي صافي، ازيك؟ اهلا، ازيك؟ اتفضل. هو شريف مش موجود ولا ايه؟ انا بصيت على العربيه ما لقيتهاش تحت. فعلا هو لسه نازل، بس انت مش غريب. لا خلاص، انا هبقى اعدي عليكم في وقت تاني. بليز ممكن تقبلي مني الورد ده؟ ورد؟ بمناسبة ايه يا مظهر؟ صافي انا اسف للمره المليون على كل حاجه بعملها وحشه معاك انت وشريف، بس بليز يا صافي بليز حنيني قلب اخويا عليا. انا ماليش غيري في الدنيا دي كلها، هو اهم حاجه عندي والله العظيم. طبعا كلامي ده مش منطقي مع الحاجات اللي انا بعملها، بس اقسم بالله اقسم بالله انا مظلوم غصب عني. ساعات يعني بغضب وبتنرفز، بفقد السيطره على اعصابي وبعمل حاجات وبرجع اندم عليها. البوست مثلا نزلت على الفيسبوك دي انا شلتها على طول اول ما نزلتها والله العظيم. شلتها بعد ايه يا مظهر؟ بعد ما زمايلي عملوا لي سكرين شوت وقالوا لي الحقي شوفي اخو جوزك كاتب عليكوا ايه على الفيسبوك. بص بقى يا مظهر، علاقتك انت واخوك دي علاقه صله رحم، يعني علاقه ما بينكم وما بين ربنا، ماليش ان انا اتدخل فيها ولا حتى استجري ان انا اسيء عليكم ولا الكلام الفارغ اللي مامتك احيانا بتفهمه لك ده. انتم قدر بعض، هو قدركم وانتوا قدره، هو اخوك زي ما هو ابنها، انما انا ولا حاجه، عادي. انا مش مضطره خالص ان انا اسامح حد او اتعامل مع حد شتمني واهني على الفيسبوك انا وجوزي وفضحنا قدام زمايلنا وقرايبنا وكمان افترى علينا. وكل ده ليه؟ عشان انت مش عايز تشتغل، عايز اخوك هو اللي يصرف عليك ويديك الفلوس على الجاهز، وده ما يرضيش حد، ده ما يرضيش ربنا على فكره. يعني مش هتسامحيني يا صافي؟ ام سو سوري يا مظهر، حاجه كده جوايا مخلاني مش قادره. اوكي
اوكي يا صفي. دكتور شريف، مالك يا دكتور؟ مالك يا دكتور شريف؟ حاسب ايه؟ آلة بسرعة، حد يجيب لنا آلة، حد يجيب لنا آلة بسرعة. دكتور شريف مالك يا دكتور؟ حاسب ايه يا دكتور شريف؟ حد يجيب لنا آلة. ما تقلقيش، ان شاء الله هيتكلم ويطمنكم. تلاقي موبايله ضاع ولا حاجه. خلاص انا هعتذر لهم عن حضورك. باي يا حبيبتي. أنسة نهى. اهلا يا دكتور عبد العزيز، اخبار صحتك ايه دلوقتي؟ لا أنا صحتي زي البومب والحمد لله. كنت عايز أسألك سؤال. هي الأنسة ناني ما جاتش ليه النهارده حفلة السمر اللي كنا عاملينها؟ خير؟ في حاجة؟ بصراحه اصل باباها سافر طنطا وبقاله يومين موبايله مقفول ومحدش يعرف عنه اي حاجه. معقولة الكلام ده؟ الله يكون في عونهم بجد. انكل عمره ما عمل حاجه زي كده، عشان كده هم قلقانين جدا عليه. هكلمها حالا عشان أطمن عليها بنفسي. أمال إيه؟ ده واجب. أيوه. دي كنسلت. معلش يا دكتور، اكيد متوترين او بيكلموا حد. الله يكون في العون. على العموم انا هبقى اكلمها اخر اليوم عشان اطمن عليها بنفسي، وربنا يجيب العواقب سليمه ان شاء الله. عن اذن حضرتك. اتفضلي اتفضلي. حبيبي انا مش عايزاك تقلق خالص، ان شاء الله هتبقى كويس. دول شويه بس تعب كده وهيعدوا، ما تقلقش. صافي انا دكتور ومش هتعرفي تضحكي عليا بالكلمتين دول. وبعدين اللي حصل لي ده انا عارف كويس جدا ان هو مش صداع عادي. شويه والدكتور هيجي وهتعرفي بنفسك. لا لا لا، انا الكلام ده ما بحبش اسمعه منك خالص، فاهم ولا لا؟ انا عايزاك تهدى كده وتطمن، انت ان شاء الله هتبقى كويس. كل اللي انت بتقوله ده شويه اوهام في دماغك. ابني حبيبي، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ الف سلام عليك يا شريف، مالك؟ ما تقلقيش يا ماما، انا كويس انا كويس. ما تقلقيش يا طنط، ان شاء الله هيبقى كويس. هو ايه اللي حصل؟ حبيبتي مفيش اي حاجه، كانوا شويه صداع وراحوا خلاص. طمني. طب خلاص بقى، خلاص شدي حالك بقى يا شريف وقوم لنا بالسلامه. انت وحشني جدا يا شريف والله، وفي حاجات كتير قوي نفسي اقولها لك. ها يا دكتور، طمنا، ايه الاخبار؟ مش عارف يا جماعة، بس لازم شوية فحوصات وتحاليل تانية عشان نعرف نحدد.